السلام عليكم حبيبات دياولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا معايا هاد لا فيديو. كما كتشوفوا معايا الباغيت. المهم البنات، انا غادي ندير هاد النهار الخبز المقلي، يعني الباغيت مقلي مع البيض. بالنسبة للباكيطة البنات راه طري، يعني جبته من الفران تبارك الله، راه مقرقش، يعني راه ماشي خليته حتى كرم ولا تقساح، لا. جا في خاطري ما عنديش الباكيط، انا اصلا ما كنيبسش الخبز، قلت علاش لا ما نديروش واخا هكذا. راه جاني صعيب البنات في التقطاع، لان كما قلت لكم راه طري، يعني ما شاء الله واحد القرقشه فيه، يعني رائعه، راهي نتكل هكذا. ولكن انا جا في خاطري البنات مع البيض، جا في خاطري مقلي مع البيض. صافي قلت والله حتى نجيبو ونديروه هكذا كيما جا. والله البنات الا جا رائع 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 لواحد الدرجه، شويه كيعذب في التقطاع. صافي، اما هو جا رائع صراحه. المهم البنات، قطعت معكم الخبز ديالي، كتشوفوا فيا كي كنقطعو. شوفوا راني كنوري لكم، راه طري يعني مقرقش وخارج من الفران سخون، راه مي كنت جايباه والله الا سخون، يعني في يدي كتحسي به بديك السخونيه. صافي البنات، انا غادي نقطع معكم هاد الكميه ديال الباكيت كامله، وغادي ندردشو شويه. صافي. المهم البنات، كما قلت لكم، مره كيجي في خاطري بحال هاد الحوايج، ما عرفتش علاش كنرجع للذكريات تاع زمان. وكيعجبني ناكلهم، واخا راني عارفه ماشي صحي، ولكن كيعجبني انني ناكلو مره ماشي دايما، ولكن مره ولا زوج كاع في العام، ماكسيموم زوج مرات في العام، راه ماشي شي حاجه اللي غادي تضرنا اكيد. صافي البنات، بقيت كنقطع كما قلت لكم، راه عذبني شويه لانه طري الخبز، جديد يعني ديال اللحظه، تما يعني خرجوا لي بالكونه وعطاهني. كما كتشوفوا معايا البنات، غادي نقطعوا كامل، تابعوا معايا لا فيديو. صافي البنات، من بعد ما كملت كاع دوك المرصويات اللي كانوا عندي ديال الباكيت كما كتشوفوا معايا، صافي عطاتني كميه تبارك الله لا باس بها، راه ما وصلش باكيطه ونص، يعني ما وصلش كوميره ونص، يعني اقل. صافي غادي ندير البيض البنات. بالنسبه للكميه البيض تاع البيض اللي دخلتني في هادشي، راه 3 تاع البيضات، انا بقيت كندير غير من الوحده بالوحده. صافي حتى كملت. غادي ندير شويه تاع الحليب مع البيض، وهو اللي ننصحكم به البنات، الا ما كانش عندكم الخبز كارم ما ديروش الحليب، لان كنديروا الحليب مع البيض ملي كيكون الخبز كارم، باش داك الحليب ينفخ لنا او لا يرطب لنا البيض، عفوا الخبز. ولكن انا عندي الخبز يعني طري، ما احتاجيتش زعما زاد رطب اكثر بالقياس، ولكن الحمد لله يعني من درتو في الزيت راه تقرقش. صافي غادي ندرب البنات، غادي ندرب هذا الشيء، وغادي الزيت ديالي راه تسخن، سخنتها مزيان. صافي وبقيت كما كتشوفوا معايا كندير غير بالحبه بالحبه، وندير في المقله تقله. كما قلت لكم راه يعني الحليب اللي درتو راه رطب لي الخبز، ولكن من بعد من درتو في قلب بوطه صافي ما بقاش رطب لانه الثقله. شوفوا معايا البنات الشكل ديالو من كنقلبو، راه كيجي رائع البنات، وكيجي مقرمش، يعني واحد البنه فيه. راه الطبسي كامل غادي تشوفوه معايا، راه كليته غير انا وبنتي، راه ما شاء الله يعني فتنا فيه كامل. المهم هذه هي القليه الاولى كما كتشوفوا معايا. صافي هذه القليه الثانيه عاود، راه فوق البوطه كتقلى، والنار كتكون متوسطه، ما كتكونش مهيله وما كتكونش مجهده. انا عمرت واحد البراد تاع اتاي، صافي انا غنعمرو، رافقت هاد الخبز ديالي باتاي، غادي نعمر واحد البراد تاع اتاي. صافي وغادي نجلس نشرب اتاي انا وبنيتي الحبيبه ديالي مع الخبز. المهم جا في خاطري قلت لك كليناه البنات كامل، والله الا كليناه بجوج بينا، كليناه كامل لانه جا الصراحه رائع. كان هذا هو الطبق ديالي اللي وجدت معاكم اليوم، نتمنى انه يكون نال اعجابكم وتجربوه البنات، راه كيجي رائع رائع جدا.
كيرجعنا الذكريات يعني ديال التسعينات ديال 95. ملي كنا كنجيو بالمدرسه ونلقاو المهمه الحبيبه ديالي انا كتوجدنا بحال هكذا. حتى هي ما كتش ديروا لنا دائما، ولكن مره مره. نتمنى ان لا فيديو يكون يعجبكم. الوصفه ديالي سهله جدا جدا، نتمنى انكم تجربوها. الى فيديو جديد، وصفه جديده وسهله. الى اللقاء.